الآن ويمثل الأطراف المتخاصمة. امرأة يعني تريد أن تخون زوجها وتريد أن تخون ربها، فتراود فتاها عن نفسه، وهي امرأة العزيز. والعزيز حينما يخرج من البيت تأخذ احتياطها وحيطتها، تغلق الأبواب وتقول لنبي الله يوسف هيت لك. ونبي الله يوسف لأنه على دين ويعرف ربه حال هذا بينه وبينها، فقال معاذ الله، فتذكر ربه أولا ثم تذكر صاحب البيت الذي أحسن إليه، إنه ربي أحسن مثواي. في هذه اللحظات يأتي زوجها ويعود إلى البيت. عندنا مثال بيقولوه ولاد البلد، أنا مش عايز أقوله لكن هو في النهاية ما معناه أن يعني إيه تخش في خلاف مع واحدة مش كويسة أهي تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. ولاد البلد بيقولوا كده. امرأة العزيز لما رأت زوجها أرادت أن تبرئ نفسها وأن تلقي بالتهمة على نبي الله يوسف وتلقي عليه بالتبعة، فقالت معاجلة زوجها ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي قامت الآن بدور المحامي الذي يدافع عن الباطل ويقلب الباطل حقه. خلاص، سيدنا يوسف ما وقف موقف المستسلم، ما قالهاش ربنا يسامحك وقولي اللي انت عايزه تقوليه وربنا ياخد لي حقي، ما قال هذا. ما قال كما يصور لنا الإعلام الفاسد في أفلامه انه يقف موقف بطوله يقول لا طب انا مش هتكلم عشان يطلع الفتى الشهم اللي ما اتكلمش واللي لا لا لا، انما دافع عن نفسه واعلن عن الحقيقه بملء فيه. قال هي راودتني عن نفسي. ثم قيد الله له محاميا ما قصر في الدفاع عنه. كلامي واضح؟ ما قصر في الدفاع عنه، وجاء ببينة وبحجة قوية، فقال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهي من الكاذبين، وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. يعني بينة واضحة لكل من له أدنى عقل. انظروا إلى قميصه، إن كان قميصه قد من قبل، هكذا يقول محامين، إن كان قميصه قد من قبل يعني تقطع من قدام، خلاص، فصدقت. هو الذي كان يريد أن يتهجم عليها، والمتهجم يأتي بصدره وبوجهه، فهي صدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر، من وراء يعني، إذن هي كاذبة فكذبت وهو من الصادقين. لماذا؟ لأن ليس هناك رجل يهاجم امرأة قميصه هيقطع من الخلف، ده معنى كده أنه أعطاها ظهره وأراد أن يفر بنفسه. فلما رأى قميصه قد من دبر أدرك أن الصدق مع يوسف وأن الحق معه. القاضي الذي استمع إلى الدفاع الذي دافع عن سيدنا يوسف، السؤال هنا هل كان منصفا؟ إذن القضية ليست في المتهم الذي اتهم، وسيدنا يوسف اتهم ما جزاء من أراد بأهلك سوء، اتهم. هل المشكلة كانت في نبي الله يوسف؟